عمرك سألت نفسك ازاي في ناس ممكن تكسب $1000 في الشهر وناس تانيين حتى مش عارفين يجيبوا اول 1000 جنيه في حياتهم؟ والاجابه بسيطه، النجاح في الفريلانسنج مش معتمد على ان انت تكون مهارتك اجمد حاجه عندك، ولكن على فكره التعامل مع العملاء، عن ازاي تتفاوض مع العميل، ازاي تبيع له خدمتك، وكمان ازاي ان انت العميل ده يكون شايفك كاستثمار مش كتكلفه على البيزنس بتاعه. بص انا عارف انك هتجيب بتقول ازاي شخص سنه صغير وهيكلمني على حاجات ازاي يجيب عميل والكلام ده وازاي عنده خبره دي، وانا لو مكانك الصراحه اقول نفس الحاجه، ولكن الحمد لله الواحد اشتغل على نفسه كويس جدا وهو في سن صغير، طورت من مهاراتي، طورت من عقليتي، عدت نفسي بناس ناجحين، واول شركه اصلا اشتغلت معاها كانت الشركه بتاعت باشمهندس طاهر اللي كانت فرصه كويسه جدا ليا عشان طورت من مهاراتي ومن عقليتي واتعلمت اهم حاجه واللي هي ازاي اتعلم. فركز معايا في الفيديو ده كويس قوي، لان الفيديو ده ممكن يكون المرجع الوحيد ليك في التعامل مع العميل، لان زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو، انت لو اجمد اديتور او اجمد فريلانسر في العالم وما بتعرفش تبيع خدمتك مفيش حد هيشتري منك. فانا هقول لك في الفيديو ده 7 اخطاء انت كفريلانسر او كفيديو اديتور او كوبي رايتر لما بتعملهم بتخسر اي عميل، او حتى لو اشتغلت مع العميل ده بيكون بيدفع لك سعر قليل جدا. ودي كانت احد المشاكل اللي انا واجهتها لما بدات فيديو اديتنج، هو ان انا كانت مهارتي كويسه الى حد ما، ولكن انا ما كنتش عارف اسوق لنفسي وكنت بشتغل باقل سعر عشان خاطر ان انا عملائي يقبلوا يشتغلوا معايا. كلنا عدينا باللحظه دي، اللحظه اللي بتحس فيها انك عايز تبدا بس مش عارف منين. ماني لاب منتورشيب بروجرام مش مجرد كورس، ده طريق كامل بيعلمك ازاي تمنتج، تفكر زي المليونيرز وتلاقي اول عميل ويخليك تدخل فلوس بالدولار وانت قاعد في بيتك. في 3 شهور بس هتشوف الفرق في طريقه كلامك وفي تفكيرك، وكمان في الفلوس اللي بتدخل لك من شغل انت بتفهمه وبتحبه. انا مش بقول لك ان النجاح سهل، بس بقول لك انك مش لوحدك واننا هنمشي معاك خطوه بخطوه. ولو لسه مش متاكد اسمع بنفسك تجربه واحد من اعضاء برنامج ماني لاب. بصراحة كان قرار كويس جدا وما ندمتش عليه خالص. صراحة أنا برشح لأي حد إن هو يدخل البوت كامب ده، هيستفيد استفادة كبيرة جدا. والخطأ الأول هو إن أنت مش بتحدد توقعاتك أو توقعات العميل، أنت بتتكسف تتكلم مع العميل في الفلوس أو في التفاصيل اللي أنت هتتعامل معاه فيها، زي مثلا إن أنت تكون متوقع من نفسك كده إن العميل ده هيعدل تعديلات بسيطة، لكن تلاقيه إن هو عشان أنت ما اتفقتش معاه بيعدل معاك الفيديو إلى ما لا نهاية، تلاقيه بيعمل لك 20 تعديل على الفيديو، أو لو أنت مثلا سكريبت رايتر ممكن يخليك تعيد السكريبت 1000 مرة، والكلام ده كله بيمشي على أي مجال تاني يعني. والحل للموضوع ده هو إن أنت في البداية يبقى في تفاصيل واضحة بينك وبين العميل في أول مكالمة، تحدد السعر، عدد التعديلات، الديدلاين بتاع كل فيديو، او حتى ميعاد الدفع. والخطا الثاني وده متعلق شويه بالخطا الاول هو ان انت بتتكسف تتكلم مع العميل في الفلوس، وده نابع من حاجات كتير قوي، زي ان انت فاكر ان العميل ده صاحبك، انت العميل ده داخل معاه في شغل، فانت كلامك في الفلوس معاه ده مش قله ادب او حاجه، ده الكلام ده ان انتوا تتفقوا على تفاصيل. يعني انت اكيد لو انت رايح تشتري عربيه غاليه او رايح تشتري منتج غالي اكيد هتسال الشخص ده سعره كام، انت بتتعامل في الحياه في الشغل حقيقي، انت مش مثلا مع صاحبك. والغلطه الكبيره اللي بتحصل هنا وصدقني دي ممكن تخسرك شغل كتير قوي او تخليك بتقبل شغل بشروط انت مش عايزها، هو ان انت بتفضل تاجل موضوع ان انت تتكلم مع العميل في الفلوس لغايه لما هو يجيبها لك. بس خليك عارف هو لو العميل اللي جه قال لك السعر هو هيقول لك السعر من وجهه نظره هو، فالسعر ده مش شرط ان هو يرضيك. وخلي جوه دماغك حاجه انك عارف ان العميل هو اللي محتاجك مش انت. يعني من اعظم الحاجات اللي دونالد ترامب قالها في كتابه هي انك لو في ديل بتتناقش مع العميل وبتتفاوض معاه، لو انت مش عارف تقوم من على الترابيزه في اي وقت انت هتقبل الديل ده بشروط انت مش عايزها وهتخسر حاجات كتير قوي. يعني بكل بساطه مش معنى ان انت عايز تشتغل مع عميل في اسرع وقت انك تخش مع العميل وتقبل باي سعر، الا في حاله ان انت ما عندكش بورتفوليو عشان انت مبتدئ مثلا فمحتاج العميل ده عشان تبني بورتفوليو، لكن ما تخليش موت نفسك قوي انك تاخد الديل عشان الموضوع ده هيخسرك كل الديلز حرفيا. فالحل بكل بساطه انك في البدايه بعد لما تتفق مع العميل على القيمه اللي هو هياخدها منك، وايوه ابدا بالقيمه مش بالفلوس، ساعتها ممكن تتفق معاه وتعرفه السعر اللي انت بتقبله في الخدمه اللي انت هتقدمها له. الخطا الثالث هو ان انت مش بتطلب من العميل عربون، الموضوع ده بس ممكن ما تعملوش لو انت لسه في البدايه ما عندكش بورتفوليو او لسه ما بنيتش اكونتك على انستجرام وكده، فالعميل لسه ما عندوش ثقه فيك. لكن انت لو عندك على الاقل من 3 ل 4 أو 5 عملاء انت اشتغلت معاهم فانت لازم تاخد فلوسك عربون، انت دلوقتي بقيت محل ثقه وبقى في ريفيوز من عملاء سابقين عليك، فبالتالي العميل هيثق فيك. لكن انت لو في البدايه ممكن تشتغل ببلاش عشان تبني بورتفوليو او ان انت تاخد فلوسك في اخر الشهر. الخطا الرابع وانا عارف ان انا ذكرته في فيديوهات كتير قبل كده هو ان انت بتتعامل مع العميل كصاحبك. كتير من الفريلانسرز بيفتكروا ان هم لما يتصاحبوا على العميل هم كده هيبقى العلاقه بينهم احسن والشغل هيكون افضل، وده فخ صدقني لو انت وقعت فيه هتعمل حاجات كتير غلط. زي مثلا ان انت العميل ده من كتر ما هو بقى صاحبك هو هيخليك تعمل حاجات زياده مقابل نفس السعر اللي انت بتعمله، هيطلب منك خدمات زياده بس من غير ما يدفع لك، ما هو صاحبك بقى. فالسر انك تخلي العميل هو اللي صاحبك بس انت مش صاحبه. يعني انت ممكن تتكلم مع العميل وتستقبل منه معلومات وتخليه يحكي لك حاجات معينه، لكن انت ما تحكيلوش كل حاجه. خلي بينكم دايما حدود عشان دي الحدود بتاعت الشغل، اللي هو ان انت عمره مثلا هيتاخر عليك في دفع الفلوس، ان هو لو صاحبك هو ممكن يتعامل معاك ان هي اصل دي ظروف معينه فانت المفروض تتفهمه، ولكن طالما الموضوع شغل يبقى لازم في شروط معينه تمشوا عليها. الخطا الخامس هو ان انت مش بتعرف تسوق لنفسك صح، فعشان تحل الموضوع ده انت لازم يكون عندك
بيرسونال براند. انسى بقى خالص موضوع جوجل درايف ده، ان انت تحط البورتفوليو بتاعك على جوجل درايف. الموضوع ده انتهى من 2020. دلوقتي اللي المفروض يحصل انك تبني بورتفوليو على انستجرام وتيك توك ولينكدين. لازم يبقى ليك بيرسونال براند، لازم اول ما الناس تشوف فيديوهاتك تعرف ان ده انت الشخص اللي عملته. يعني حرفيا من احد الحاجات اللي احنا متميزين بيها جدا هي الايديتنج. طبعا زي ما انتم عارفين الشيف كريتيف اوفيسر اللي هو احمد، من كتر ما هو متميز ان هو يعمل ستايلات للعملاء، قدر ان هو يعمل ستايل لعميل، وكل ما الناس تشوف العميل ده تقول ده الستايل بتاعه. فده نفس الكلام انت المفروض تعمله لنفسك، ان الناس بالوان معينه وبستايل ايديتنج معين اول ما يشوفوه يعرفوا ان انت اللي عامله. طبعا انا شرحت فيديو بالتفصيل كامل على موضوع البورتفوليو ده وازاي ان انت تبني بورتفوليو، هتلاقيه طالع هنا فوق او هتلاقيه في الديسكربشن تحت. بس الخلاصه من الموضوع ان انت لازم يبقى ليك وجود على السوشيال ميديا. لان انت مثلا لو بعت رساله للعميل والعميل ده جاي يفتح الرساله، اول حاجه هيعملها ان هو هيفتح الرساله ويدوس على البروفايل بتاعك يشوف انت مين. لو لقى ان انت عدد الفولورز عندك كويسين، لان انت البروفايل بتاعك نضيف، البايو حلو، الفيديوهات اللي نازله فعلا نظيفه، تلقائيا هو هيثق فيك وهيحب ان هو يشتغل معاك ويدفع لك السعر اللي انت عايزه. الخطأ السادس هو ان انت مش بتعرف تتفاوض صح. خليك بس عارف في دماغك ان انت فكره العميل المثالي اللي هو اول ما تقول له السعر هيقبل بيك، الموضوع ده صعب شويه تلاقيه. حتى لو اشتغلت مع رجال اعمال، حتى لو اشتغلت مع شركات، كده اي بني ادم بيبقى عنده حس التفاوض ده، ان هو عايز يتفاوض ويشوف هو ممكن ينزل سعرك لغايه فين. فانت دايما لازم تكون جاهز للاسئله دي، وحط في دماغك انت مش داخل حرب مع العميل. يعني لو هو ما قبلش بسعرك انت لازم تهدى تريلاكس، تقول له انا متفاهم جدا اللي حضرتك بتقوله. طيب حضرتك شايف السعر غالي من ناحيه ايه؟ من ناحيه القيمه اللي بتقدم ولا من ناحيه ان هو السعر غالي عامه؟ لازم تتكلم مع العميل بالراحه، تفهم المشاكل اللي هو بيمر بيها عشان تعرف تحلها. دايما لما العميل يعترض على السعر اوعى تخفض السعر، خليك ثابت على مكانك، وامشي دايما بالمقوله بتاعت دونالد ترامب اللي انا لسه قايل لك عليها، اللي هي اوعى تخش ديل وانت مش عارف تقوم من على الترابيزه، لانك هتقبل بحاجات انت مش عايزها. انت لو كملت الفيديو لغايه دلوقتي فانت شخص اصلا عايز تاخد من 1000 ل 2000 دولار في الشهر من العميل، فبالتالي اتعود على الرفض. اتعود انك ممكن تخش 50 ميتنج ومفيش اي عميل يشتغل معاك. اتعود انك ممكن تبعت 400 رساله ولا اي بني ادم يرد عليك، بس لما عميل يرد عليك ويشتغل معاك هيدفع لك السعر اللي انت عايزه. والخطا السابع وده مهم جدا، لان لو انت فيديو اديتور، جرافيك ديزاينر، كوبي رايتر، ايا كان الخدمه اللي انت بتقدمها، انت لو بتعمل الموضوع ده هتعمل 3 اضعاف المبلغ اللي انت بتعمله دلوقتي من العميل ده، وهي الاب سيلينج، او ان انت تسال العميل ايه الحاجات اللي هو محتاجها زياده. يعني مثلا لو انت شغال مع عميل بينزل فيديوز على يوتيوب وانت بتعمل له فيديو اديتنج، فطبعا زي ما انت عارف على يوتيوب حته الثامبنيلز دي مهمه جدا، فانت ممكن تدخل له من الحته دي. فانت مثلا بدل ما تقول له هل حضرتك محتاج ثامبنيلز، تقول له على فكره حضرتك الثامبنيلز مهمه جدا جدا، وفي حاجه اسمها كليك ثرو ريت، او قد ايه الناس بتدوس على الثامبنيل بتاعتك. فانا متاكد ان انا ممكن افيد حضرتك بالموضوع ده، لان انا بدرس الثامبنيلز وبعمل جرافيكس وبعمل ديزاينز للثامبنيلز بتكون بتشد الانتباه جدا وفي نفس الوقت نجحت قبل كده. فانت دايما بتبيع له الاوتكم او بتبيع له النتيجه اللي هيوصل لها، مش بتقول له انا بقدم ثامبنيلز او انا بقدم فيديو اديتنج، هو مش فارق معاه الخدمه اللي انت بتقدمها. فكده لو انت بتاخد من العميل 1000 دولار انت ممكن تاخد منه 2000 دولار او 2500 دولار، لان انت هتساعده ان الفيديوهات بتاعته تجيب فيوز اكتر من ناحيه الثامبنيلز ومن ناحيه الفيديو اديتنج. انت هتساعد ان الناس تكمل الفيديو للاخر وان هم يكونوا متشدين يكملوا كل جزء فيه. وده بالظبط اللي احنا ضفناه في البوت كامب الشهر اللي فات، ان احنا ضفنا خدمه الجرافيك ديزايننج عشان انت كفيديو اديتور تقدر ان انت تضيف لنفسك خدمه زياده، تقدر تعمل اب سيلينج عشان خاطر تدفع العميل اللي معاك سعر اكتر. والكلام ده زي ما قلت لكم ينطبق على كوبي رايتنج، ميديا باينج، اي حاجه. زود خدمه بسيطه على الخدمه الاساسيه اللي انت بتقدمها اللي هي هتساعد ان العميل يوصل للنتيجه اللي هو عايز يوصل لها. فلو حسيت ان انت بتقع من حاجه من السبع اخطاء دول، ابدا من دلوقتي غيرهم وهتشوف النتيجه بنفسك. بس لما تشوف النتيجه دي اكتب لنا في الكومنتات ايه الحاجه اللي اتغيرت بعد لما عرفت السبع اخطاء دول اللي ممكن تكون بتقع في حاجه فيهم. ولو عايز تدخلوا في الكوميونتي بتاعتنا هتلاقي اللينك في الديسكربشن. الكوميونتي دي تقدر تتواصل فيها مع ناس عندهم نفس احلام وعايزين يوصلوا لنتائج كويسه ويحققوا احلامهم. وانا وباشمهندس طاهر واحمد هنكون موجودين بنرد عليكم هناك. وهتلاقي هناك طبعا الاهم واللي هي الكورسات المجانيه اللي احنا بنقدمها لكم، هتلاقي هناك موجوده بكل بساطه عشان تقدر ان انت تتفرج عليها وتبدا تعمل فلوس اونلاين. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.